خطوة بخطوة. بقول لك نعم. صلى على النبي وركز معايا. ماشي. ان شاء الله هنكمل النهارده اهم جزء في الفانوس ده اللي هو بدأنا بيه اصلا رمضان او بدأنا بيه موسم رمضان. اولا احب اوضح حته، احنا مش بتاع فوانيس، لكن كمهندسين وكمصممين لازم نضيف لمستنا، وكمان قناه المس عليك لازم تضيف لمستها في المناسبه الجميله دي، المناسبه الروحانيه. السلام عليكم الاول، وكل عام وانتم طيبين. هنستعرض مع بعض رحله 4 شهور عشناها مع المس على السريع في خلال دقيقتين بالظبط. اول حاجه بدأنا بيها فيلم سعدك كانت التحفه دي، الاهرامات كلكم عارفينها وكله عملها، بس احنا عملناها وضفنا فيها الروح بتاع فيلم سعدك. ضفنا جزء شفاف في الهرم بتاعنا، وضفنا برضو فراغات هنا جميله عملناها بالرزاية، وعملنا هنا برضو وضحنا هنا شلنا الراس هنا عشان يبان التفصيله دي. وده القالب اللي عملناه مخصوص عشان نطلع بيه روس الاهرامات ديت. احنا ممكن نطلع مع بعض واحد هنا اهو لسه اول مره يطلع، وبنقفله كده بيدينا اللمسه اللذيذه دي. تمام. بعد كده قصه الهرم ما خلصتش، لما حد من المتابعين شاف الهرم ده قال لي انا عندي فكره، انا عايز اعمل هرم زي ده كده واحط فيه علبه المناديل واطلع المناديل من راس الهرم. قلت له تمام جميل، فكره جميله. فعملنا سكيل اكبر وعملنا القطعه دي، القطعه اللذيذه ديت برضو هرم بنفس النسب الهرم الكبير، وده عرضناها في الحلقات بتاعتنا ازاي نستخرج نسب الهرم الكبير ونطبقها على هرم صغير. اضفنا برضو فيلم سعالك هنا مكان للتليفون، لو هتحطه على المكتب مناديل هنا والتليفون هنا والاقلام هنا. ده برضو هنعرضه في حلقه لوحديه ازاي جمعناه وازاي ان احنا حلينا المشاكل اللي كانت فيه من جوه. تمام. برضو قصه الهرم استمرت معايا لما جينا دخلنا على رمضان، قلنا نستخدم الهرم نفس التصميم القديم نستخدمه في ان احنا نعمل فانوس. خدنا هرم وكمان هرم فوقيه ووصلنا بيناتهم بالطريقه اللذيذه ديت وادانا الفانوس الجميل ده، واضفنا بيه برضو اللمسه الديزاين بتاعتنا هنا دي، وكان حاجه لذيذه بصراحه وشجعتنا ان احنا نعمل التحفه الصغيره ديت، نسخه صغيره من ده بس كانت من غير وحوي يا وحوي، كانت بالنور اللذيذ ده، حاجه هاديه كده جميله بنور وورم ومتينه تعيش معاك. استخدمنا ديت برضو لما عملنا الفانوس الهلال، قلنا نضيف على الهلال الفانوس الصغير ده يبقى هلال ومتعلق فيه الفانوس ده طبعا نموذج مش كامل، اللي كامل معانا هنا ده النموذج اللي عملناه. بس اول ما بدأنا بيه كنا بادئين بالهلال والنجمة، قلنا ان الهلال والقمر ربنا جعله علامة او لحساب السنين والزمن وارشاد لينا، والنجمة ربنا جعلها هدايا لينا في الظلمات في البر والبحر. دي آية من آيات ربنا. استخدمنا طبعا النجمة للقلب، وعملنا قالب للنجمة وعملنا قالب للقلب. هنضيف مع بعض اللمسة الأخيرة برضو في الهلال، إن إحنا عملنا هنا الطرف بتاعه إن هو يبقى شفاف، واليستر برضو طبعا ده مش آخر حاجة، ده لسه هيتفنش وهيلمع أكتر من كده. كانت حاجة جميلة معانا هنا بصراحة. بعد كده برضو نفصله عشان الوش. ايه اللي عملناه تاني؟ احنا كده يعتبر تقريبا خلصنا وعرضنا مع بعض قصة 4 شهور من التعب والتصميم. هنكمل بقى اهم جزء معانا في الفانوس ده، الفانوس الاسلامي وقبة اسلامية، بس احنا قررنا ان احنا نعمل قبة شفافة، عملناها خشب، صممناها خشب، وبعد كده عملنا لها قالب ونسخنا بيها القطع الجميلة دي. بس انا هعملها خضرا ان شاء الله، يبقى النور الاصفر مع اللون الاخضر للقبه. زي ما بنشارك الحاجات الحلوه اللي بنعملها هنشارك برضه الحاجات الحلوه اللي بنسمعها، حاجه جميله كده اسمعوها وهتدعوا لي. ناصر حبيبي، ناصر القطان. المفروض كنت ركبت القطعه دي الاول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما طفينا النور خالص